لا طبعا كانت شابه وحلوه وجميله واموره. بعد كده حسيت ان انا انضف منك. لا لانها ما بقتش بتشوف منك كله وسخ. انا مشكلتي مع الغساله فوق الميه، مشكلتي مع التلفزيون. هي الارض سخنه. عشان تفكرين الغساله ايوه فسابتها وارجع عليها. يا مجنون مجنون مجنون. لا مش كده. شوف ايوه حضرتك مش فاهمني. امال ايه يا استاذ حسين؟ ما قعدت جنبك بس صحيت الصبح. مفيش معاك كده. اتفضل اتكلم سامعني احكي قول. حاضر يا استاذ حاضر. اتفضل تبدل حضرتك عشان تفهم. اتفضل خالص. السناره خمس انت دول. ايوه خلي بالك. ايوه حضرتك ممكن تسمعني؟ حاضر. انا مش ايوه كمان استني هنا بقى. كفايه كده. لا يا دكتور انا مشكلتي اكبر من كده. يا دكتور لو سمحت اسمعي خلاص كفايه بقى بعمل كده. حلو اسمعي يا دكتور والله يخليك. انا مشكلتي اكتر من كده بكتير. مشكلتي ان انا حبيت زي اي انسان عايز يستقر ويكون اسره وبيت جميل. مشكلتي يا دكتور ان انا كنت عايز استقر عشان اقدر ابقى عضو فعال في المجتمع. حضرتك عارف في اوروبا ما تقلقش في اوروبا بعيد. حضرتك عارف في اوروبا عندهم مبدا بسيط جدا. افعل ما تشاء اينما كنت وقتما تريد. ليه؟ عشان ما يخلوش حاجه تشوشر على تفكير الفرد في بلادنا. عشان ما يفكرش غير في شغله وبس. لكن احنا بعد الشر احنا مجتمع اخلاق يحكم العيب والحرام. ايه الحل؟ ايه الحل في موضوع الغساله؟